طبعا انت عايز تعرف ازاي تكون غني ب50 جنيه بس، وده اللي دخلك الفيديو. هل ممكن تكون غني ب50 جنيه بس؟ الحقيقة تقدر، ولكن خلينا نتبع شوية خطوات وحاجات هنتكلم عليها في الفيديو النهاردة. الفيديو النهاردة هنتكلم عن خلاصة الأفكار اللي أنا طلعتها من الكتب اللي أنا قريتها ومن خبرات ناس بدأت إن أنا أسمع عنهم وابتدي إن أنا أتفرج على حاجات ليهم وعن قصص حياتهم. فيعتبر ده ملخص دسم لحاجات كتير ممكن انت تاخد فيها يمكن شهور علشان تخلصها. انا جمعتها لك في فيديو واحد علشان تستفيد منه بالعصارة بتاعتهم دي. فحضر قهوتك معانا علشان تقدر تركز وتصحصح في الفيديو. في البداية احب اعرفك على قناة اللمبة، وان هي هدفها تنور عقلك وتنور طريقك للنجاح، وان هي تغير لك حياتك. لو عجبتك فكرة القناة تقدر تشترك وتفعل زر الجرس معانا، وتقدر ان انت تكون واحد من العيلة بتاعتنا. نرجع بقى لموضوعنا، وهو انك ازاي تكون غني ب50 جنيه بس. في البداية يا صديقي لازم تعرف ان مفيش حاجة سهلة، مفيش حاجة بتيجي بالساهل، ومفيش حاجة بتيجي كده وخلاص. لو انت مفكر ان انا النهاردة جاي اكلمك عن حاجة سهلة او ان انت ازاي هتكون في سنة مليونير، هبقى بكدب عليك وبكدب على نفسي. لكن انا جاي اقولك الطرق العلمية والطرق الصحيحة للناس اللي اتبعوها علشان يكونوا اغنياء من الصفر لحد ما بقوا اغنياء. ومش بس كده، انا كمان هقولك انا عملت ايه من الحاجات دي. كنت بشوف قصص كتير عن ناس قدرت ان هي تكون اغنياء من الصفر، وبدأت أسأل إزاي بيعملوا حاجة زي كده، لحد ما لقيت إن كل الأشخاص اللي عملوا حاجة زي كده مجتمعين في شوية نقط. فبدأت أجمع النقط دي وبدأت إن أنا أتبعها. أول حاجة وأكبر غلطة إحنا بنقع فيها هو تعاملنا إحنا مع الفلوس، وإن إحنا يعتبر مستهلكين مش منتجين. بمعنى إيه؟ بمعنى إن إحنا عايزين حاجة بننزل نشتريها مهما كان سعر الحاجة دي إيه، ولو مش معانا إحنا ممكن نتداين علشان نشتريها، او ممكن ان احنا نعمل جمعية ونشتريها. احنا مشكلتنا في شهوتنا، ودي موجودة في كل الحاجات في الحياة. شهوات الدنيا هي دي اللي بتسيطر علينا، مش بس في الفلوس، في حاجات تانية، واكيد كلكم فاهمين انا قصدي ايه. بس في الفلوس احنا عايزين يكون معانا فلوس كتيرة جدا علشان نقدر نشتري كل اللي احنا عايزينه، الفيلا والعربية، وان احنا يبقى معانا حاجات كتير، بنخرج في اي مكان احنا عايزينه في الوقت اللي احنا عايزينه، ما بنشيلش هم الفلوس. وهنا دي المشكلة يا صديقي، ان انت عايز تكون غني، وعشان توصل للنقطة اللي انت بتتكلم فيها دي لازم ما تكونش عقليتك عقلية مستهلك. اللي انت بتتكلم بيه المنظور ده عقلية مستهلك. انت عايز تشتري بيت، تشتري عربية، تشتري حاجات كتير تعمل بيها اي حاجة، ولكن انت ما فكرتش ازاي الفلوس اللي معاك دي تستثمرها. في اللحظة الأولى تفتكر إن الموضوع صعب، ولكن جملة شهيرة من فيلم ابن القنصل لما كان بيقول له صعوبتها في سهولتها، هي دي الفكرة. إن كل حاجة إحنا ممكن نكون شايفينها صعبة، بس هي صعوبتها فعلا في سهولتها. كمثال بسيط، أنت واحد دلوقتي شاب لسه صغير مرتبك 3000 جنيه، يا عم هقول إنه 2000 ونص، عارف إن الرقم ده ما يعملش حاجة، بس خلينا نحط النقط فوق الحروف. كان في قاعدة ذهبية شفتها لأكتر من حد بيتكلم فيها وقريتها في كتاب أغنى رجل في بابل، وإنه إزاي كون ثروته دي. مش بس كده، الكتاب ده اتكلم عن أكتر من قصة اتبعوا فعلا الحاجة اللي قالها ليهم الراجل ده، وقدروا إن هم يكونوا الثروة بتاعتهم. مش بس في العصر القديم عصر بابل، بالعكس كمان الناس اللي استكشفوا بابل كمان لقوا منهم حد اللي هو فك الرموز من الورق اللي موجود اللي قدروا يستخرجوه من بابل، قدر ان هو يتبع نفس النظام، وقال لك ان هو كان مديون، وبعدها قدر ان هو يسد الديون اللي عليه كلها، وقدر ان هو يحوش فلوس ويسافر منها، ومع ذلك كون ثروة وقدر ان هو يستثمر. ايه هي بقى الطريقة دي؟ ده تكنيك اسمه 70-20-10. يعني ايه؟ تاخد 70% من المرتب بتاعك مهما كان المرتب ده ايه، ده بيتصرف على الاساسيات والحاجات بتاعتك، اكل شرب لبس اي حاجة من الحاجات دي، و20% بيتاخد من عندك علشان تسدد بيه اي ديون عليك، و10% بتبدأ ان انت تحوشه وتستثمره. لو انت مرتبك 3000 جنيه في الشهر، فانت بس هتشيل 300 جنيه، 100 جنيه من كل 1000 هي ال10% بتوعك. عارف ان انت ممكن تكون مش قادر تكفي احتياجاتك، ولكن ابدأ ان انت اعمل جدول صغير، شوف مصاريف الشهر بتاعتك بتبقى ايه، ابدأ ان انت حط لها لستة كده بسيطة ان انت تعمل بيها الموضوع ده. دي مصاريف اللي انا هصرفها في الشهر، دي الحاجات الاساسية اللي انا محتاجها. هتجيب الحاجات الاساسية فقط، ما تحاولش ان انت تجود ولا تزود. امتى بقى تقدر تزود؟ لما يكون معلكش اي حاجة، معاك 20% تقدر ان انت تستخدمها في ان انت تجيب حاجة انت محتاجها او حاجة نفسك فيها بعيد عن الحاجات الاساسية. صدقني يا صديقي، في ظل وجود الاسعار اللي احنا فيها دي، وفي ظل وجود كل الازمات اللي احنا فيها دي، مش انسب حل انك تفكر في الجواز.
انسب حل ان انت تفكر في الاستثمار او الادخار. معنى ذلك اني بقول لك ما تتجوزش، ولكن حتى لو انت بتجهز نفسك هتقدر تشيل جزء من مرتبك عشان تقدر تستثمره، فاعمل كده. من الاخر عشان ما اطولش في النقطة دي، انت بس محتاج تغير عقليتك من عقلية مستهلك لعقلية منتج. لازم تفكر في الوقت ده من الاستثمار. مفيش حاجة هتتغير طول ما انت مستهلك، وطول ما انت بتصرف كل فلوسك ما بتقدرش تشيل منها جزء ولو 100 جنيه كل شهر. بمناسبة الموضوع ده فانا احب بس اقول كلمتين. اول حاجة هتبقى بره مني، تاني حاجة هي عندي. اول حاجة كنت شفت من فيديو فترة لواحد اسمه سيف على التيك توك، كان بيتكلم في بودكاست مع واحد وكان بيحكي له ان هو عايز ياخد خطوة ان هو يبقى من الصفر، يبقى معهوش ولا جنيه ويبدأ يكون ثروة من جديد. ازاي؟ قال له اللي هيفرقني انا عن الشباب التانيين ان انا عندي الفكرة، عندي الطريقة اللي ازاي هتخليني غني، ودي من الطرق اللي الناس كلها بتتبعها. والحاجة التانية الخاصة بيا هو ان انا فعلا جربت الموضوع ده، بالرغم من ان عملت كارير شيفت وسبت شغلي القديم ورحت لشغل تاني ومرتبه اقل من المرتب اللي كنت باخده في الشغل القديم اللي كانت فلوسه ما بتكفينيش، ولكن للمفارقة انا قدرت ان انا احوش ال50 جنيه اللي انت شفتها دي من قبضي. وبالمناسبة انا بقبض كل اسبوع مش كل شهر، فانا بكلمك في فكرة ان انا قدرت اشيل فلوس من مرتب اقل من المرتب اللي انا باخده، مع ان مرتبي الكبير ما كانش بيكفيني اصلا. بس السبب في الموضوع ده ان انا فعلا اتبعت نفس الاسلوب. بدأت اكتب الاساسيات اللي انا محتاجها في حياتي، وايه الديون اللي عليا اللي بسددها، وايه الفلوس اللي هتكفيني طول الاسبوع، وبدأت ان انا اقضي نفسي بالفلوس دي او بالحاجة اللي انا بعملها دي بعد ما اشيل المبلغ اللي انا شلته اللي هو ال50 جنيه ده في محفظتي بعيد عن ايدي علشان ما استخدموش. وجيس وات، بقالي شهر قادر ان انا اعمل الموضوع ده. للوهلة الاولى الموضوع يبان ان هو صعب، ولكن لما جربته بدأت ان انا احس ان هو سهل. ما نقص من اكل شيء، ما نقص من مصاريفي شيء، بالعكس انا قدرت ان انا ابعد بس عن الرفاهيات اللي كنت بترفه بيها، الحاجات اللي ملهاش اي لازمه في حياتي واي شاب فينا بيصرفها. مجرد الحاجات دي زي قاعده على القهوه، او انك تروح تلعب بلاي ستيشن، او انك تروح تلعب كوره، او حاجات رفاهيات تانية انت بتعملها ما بين لبس، ما بين اي حاجه ملهاش اي ستيل لازمه زائد عن اللزوم. يعني مش معنى ذلك اني بقولك ما تشتريش لبس، لا اشتري بس في حدود المعقول. اللعبة بتتلعب بذكاء، وكل الاغنياء دول قدروا ان هم يلعبوها بذكاء. وكلنا نعرف كتاب الاب الغني والاب الفقير، ولو في حد بس قرر ان هو يقرا كتاب الاب الغني والاب الفقير ويقرا بس عن السيره الذاتيه لروبرت كيوساكي صاحب الكتاب ده، هيعرف قد ايه ان الراجل ده جه وقت من الاوقات خسر كل فلوسه وبقى حتى بيسكن في الشارع هو ومراته في عربيه صغيره، وازاي قدر ان هو يطلع من العربيه دي تاني ويقف على رجليه ويبقى مليونير مره تانيه. السبب انه عرف التكنيك الصح، عرف الاسلوب اللي هو يتبعه علشان يكون غني، الاساليب اللي بيتبعها الناس الغنيه. فانت بتعرف الاساليب اللي هم عملوها ايه وتبدا ان انت تنفذها انت كمان. ما قدرتش ان انت تنفذ حاجه زي كده ما تلومش الا نفسك. نيجي بقى للخطوه اللي بعد كده. انت قدرت ان انت تشيل الفلوس وقعدت معاك شهر واثنين وثلاثة وسنة وكونت مبلغ معاك، جه الوقت ان انت تستثمرهم فيه. وكان في كتاب اغنى رجل في بابل كان بيتكلم على النقطة دي بطريقة معينة وطريقة جميلة جدا. الراجل الحكيم اللي في الكتاب اللي بقى اغنى رجل في بابل كان بيحكي ازاي هو في البداية لما كان لسه فقير جاله راجل غني علمه ازاي ان هو يبقى غني، وعلمه ازاي ان هو يحتفظ بالاموال بتاعته وازاي يشيل جزء من المرتب بتاعه علشان يكمل بيه الدنيا. وبعد سنة رجع له الراجل تاني وقال له ان انا قدرت ان انا اخد الفلوس بتاعت السنة كلها واديتها لواحد هيجيب لي بيها مجوهرات وهستثمر فيها. بس اللي اداله الفلوس ده كان بيصنع حاجة معينة وما يفهمش حاجة عن المجوهرات. فرد عليه الراجل وقال له انت فلوسك هتخسرها لان انت اديتها لواحد ما يعرفش حاجة عن الحاجة اللي انت بتجيبها دي، وان انت لازم لما تيجي تستثمر فلوسك تستثمرها مع حد هو فاهم ازاي الحاجة بتاعته دي، فاهم في الشغل اللي هو بيعمله ده وقادر ان هو ينفذه. مش مجرد ان انت فلوس وخلاص بترميها هنا او ان انت بتجيب بيها حاجة علشان مكسبها كويس. لا، دور على الناس اللي هي فاهمة في المجال بتاعها وتقدر ان هي تساعدك ان انت تنمي الثروة بتاعتك. وبالفعل خسر الفلوس بتاعته، بس المرة التانية اتعلم من غلطه ده وقدر ان هو يعمل حاجة مختلفة وقدر ان هو يكون اغنى رجل في بابل. ليه؟ علشان عرف ازاي يحط فلوسه في المكان المناسب بس. فانت كده عليك انك تبدأ تحوش فلوس، تبدأ انك تحول الفلوس دي لثروة بعد كده عن طريق ان انت تستثمرها في اكتر من مكان بس بصورة مقبولة وبصورة انت فاهم الحاجة اللي انت بتعملها دي بتعملها ليه وازاي. بس صدقني لما اقولك الموضوع صعب بس انت ممكن تحققه. اللي عايز يعمل حاجة بيبدأ ان هو يتحدى الصعاب دي،
مش بيهرب منها. خد بالك العمر بيجري ولازم تفهم ده، ولو ما قدرتش تعمل حاجة دلوقتي هتكبر وهتبدأ انك تفتكر الوقت اللي انت كان المفروض تعمل فيه وكبرت وعجزت ومش قادر تشيل حاجة لولادك ولا حاجة لأهلك ولا عملت أي حاجة في حياتك غير إن أنت قعدت بس تلوم الظروف وتلوم كل حاجة حواليك وما بدأتش بتغيير نفسك انت، ووصلت لنهاية حياتك وانت بتلوم بس نفسك وبتلوم الظروف وبتلوم كل حاجة حصلت حواليك ما خلتكش تبقى غني. بس دي كانت الحدوتة بتاعتنا النهاردة، وخليني اقولك باختصار النقط اللي المفروض انت تعملها. اول حاجة لازم تغير عقليتك من عقلية المستهلك لعقلية المنتج، انك ما تبقاش بتصرف اي فلوس في اي حاجة وخلاص. تاني حاجة انك تستخدم قاعدة 70-20-10، وهو ان 70% من مرتبك بيروح على الحاجات الاساسية في حياتك، و20% من المرتب ده بتدفع بيه اي اقساط او اي حاجة عليك، ولو فاض منه فلوس او هو بقى مش عليك اي حاجة بره وفاض منك تقدر ان انت تستخدمه في رفاهيات زيادة ليك. وال10% دول قبل ال90% اللي فاتوا دول تشيلها اول ما تقبض المرتب ولا تيجي جنبهم مهما كان السبب، علشان تبدأ ان انت تحوشهم وبعد كده تستثمر فيهم. وتالت حاجة معانا هو انك تبدأ تستثمر الفلوس دي وتحطها في النصب الصحيح ليها مع ناس فاهمة شغلها. تستثمر في ايه؟ دي بتاعتك، بتختلف من شخص للتاني، ولكن الفكرة كلها انك تستثمر وتستثمر مع ناس فاهم هو انت بتحط فلوسك فين وهيعمل بيها ايه وازاي هيقدر ان هو ينمي لك المبلغ بتاعك ده. بس كده ونكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا، واتمنى ان هي تكون حلقة بسيطة كده وان انتوا تكونوا فهمتوها، وان شاء الله اتوقع ان اكتر من حد هيكون غني ان شاء الله. اتمنى كل الناس اللي تشوف الفيديو ده وكملته للاخر تقول رأيها في الكومنت تحت، وتقول هل انا معايا حق او لا، وتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لفيديوهات جاية كتير علشان ننور طريقنا وننور عقولنا في الله.